السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة الآية كروشيه. معاكم آية إبراهيم. النهاردة إن شاء الله هننفذ مع بعض باترون قلب بالكروشيه. باترون سهل خالص، مش هياخد معانا وقت خالص، بإذن الله هننفذه مع بعض. تابعوني ويلا نبدأ. طبعا هنستخدم في الفيديو ده أي خيوط متوفرة عندك مع الإبرة المناسبة ليهم. هنبدأ أول حاجة إن احنا نعمل الدايرة السحرية. طبعا هنعرف ازاي دلوقتي نعملها. طرف الخيط بيبقى على ايدي من قدام، هلف الخيط على ايديا بالشكل ده. انا شايفة علامة الاكس على ايدي، هقلب ايدي الناحية التانية وهسحب الحلقة التانية وهطلعها من الاولانية، وبكده يبقى انا عندي الدايرة السحرية. عشان اعرف ان انا شغالة صح لازم حرف الخيط يبقى في نفس الجهة المقابلة للخيط بتاعي بالشكل ده كده. اول حاجة عندي في الباترون ان انا هبدأ ب3 سلاسل، يبقى هنعمل 1 2 3. تمام. وبعد كده الباترون الغرزة اللي هتيجي بعديها على طول، او الحاجة اللي انا هعملها بعديها على طول زي ما احنا شايفين كده، حرف التي كابيتال وجواه شرطتين. ده معناه ان احنا هنعمل عمود بلفتين. طيب انا عندي بعد الارتفاع ال3 سلاسل ظاهر عندي في الباترون ان احنا هنعمل 3 عمود بلفتين، يبقى هلف لفة على الابرة بتاعتي وهلف لفة كمان عشان ده عمود بلفتين. تمام. وهدخل جوه الحلقة بتاعتي، هسحب خيط وبعدين هطلع من حلقتين وبعدين حلقتين وبعدين حلقتين. ده كده اول عمود بلفتين عندي. هكرر ده تاني عمود بالشكل ده، هطلع من حلقتين وبعدين حلقتين وبعدين حلقتين، وده تالت عمود عندي بالشكل ده كده. وبعدين بعديها بعد ال3 عواميد بلفتين عندي برضو زي ما ظاهر عندي في الباترون حرف التي كابيتال وجواه شرطة واحدة، فده معناه ان انا هعمل عمود بلفة واحدة. هلف لفة على الابرة بتاعتي وهدخل هعمل عمود. انا ظاهر عندي في الباترون انهم 3 عواميد، فهعمل 3 عواميد. ده عمود رقم 2 وده عمود رقم 3 بالشكل ده كده. طيب بعديها هاخد سلسلة زي ما ظاهر عندي في الباترون، وبعديها عندي عمود بلفتين. تمام. لفيت لفتين على الابرة بتاعتي وهدخل هعمل عمود بلفتين، هطلع من حلقتين وبعدين حلقتين وبعدين حلقتين بالشكل ده كده. وبعديها هاخد سلسلة وبعديها هكرر نفس اللي انا عملته في الجزء ده، بس هبدأ من تحت. يعني زي ما ظاهر عندي ان انا هعمل 3 عمود بلفة وبعديها 3 عمود بلفتين. ادي اول عمود عندي بلفة واحدة، ادي تاني عمود، وادي تالت عمود بالشكل ده كده. بعديها هلف لفتين على الابرة لان انا هعمل 3 عواميد عندي بلفتين زي ما عملت في الجزء ده بالظبط. ادي اول عمود بلفتين، 1 2 3 بالشكل ده كده. وبعديها هعمل ايه؟ بعديها هرتفع 3 سلاسل، 1 2 3. والنقطة الحمراء اللي عندي دي هي ان انا هقفل بمنزلقة. تمام. دي كده هقفل بمنزلقة جوه الفراغ عندي بالشكل ده كده. تمام. وهضيق الخيط بتاعي اللي هو الخيط اللي طرفه صغير ده، همسك منه وهضيق الحلقة بتاعتي بالشكل ده كده. وبعدين هرتفع سلسلة وهقص الشغل بتاعي بالشكل ده كده. وبقى معايا القلب بالشكل ده. تمام. طبعا الخيوط اللي بتبقى من ورا دي احنا بنداريها، بس هو ده تنفيذ الباترون بتاعنا للقلب. انا هداري الخيوط دي بإبرة التنظيف وهرجع لكم اوريكم في النهاية بقى شكله عامل ازاي. ورجعت لكم تاني بعد ما خلصت القلب وبعد ما نضفت الخيوط، وبقى معايا بالشكل ده كده. تمام. وكمان عايزه اوريكم ان انا عملت نفس الباترون برضو بس بابره مقاس اكبر. يعني بين القلب ده وبين القلب ده انا استخدمت مقاس اكبر درجه واحده، وبقى معايا بالشكل ده. بقى اكبر منه شويه. لو انتوا حابين ان هو يكون اكبر ممكن برضو تستخدموا خيط اتخن شويه مع ابره اكبر، وبرضو ده هيكبر في مقاس القلب بتاعنا. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك او سبسكرايب، وكمان تعملوا لايك للفيديو وتسيبوا لي تحت الفيديو اقتراحاتكم واستفساراتكم، هرد عليها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.